هل عملت كاستم جي بي تي لتحليلات الاكسل وبالرغم من كده التعليمات اللي انت بتديها لتشات جي بي تي ما بينفذهاش؟ ده ممكن يكون لان التعليمات اللي انت كتبتها ما اتحطتش في المكان والاسلوب اللي يخلي تشات جي بي تي ملتزم بيها، وده بيخلي كل تحليل يطلع بشكل مختلف. فخلينا نشوف الفرق ما بين التعليمات اللي تشات جي بي تي بيلتزم بيها والحاجات اللي تشات جي بي تي بيشوفها مجرد مرجع. فالاول خلينا نوضح الفرق ما بين دور الانستراكشنز ودور النولج بيز اللي موجودين في الاعدادات بتاع الكاستم جي بي تي. والفرق ببساطة، تقدر تعتبر قسم التعليمات هو عقل الكاستم جي بي تي بتاعك، واللي بتقول فيه لتشات جي بي تي ازاي يفكر او يتصرف ويرد عليك باي اسلوب، وايه المعايير اللي يحطها في الاعتبار لما يجاوبك. والحاجات اللي هتضيفها في جزء الانستراكشنز جي بي تي هيستخدمها في كل رسالة. ولكن على الجانب الاخر، النولوجي بيز او قاعدة المعرفة تعتبر مكتبة او مخزن معلومات بتضيف فيها ملفات يقدر الكاستم جي بي تي يستخدمها كمرجع، لكن مش شرط يلتزم بيها في كل رسالة. ومن النقاط المهمة اللي ممكن تعملها غلط هنا وتكون سبب في ان النتيجة ما بتطلعش مظبوطة، هي ان يكون عندك خلط في الادوار ما بين جزء الانستراكشنز وجزء النولج بيز، بحيث انك تضيف حاجات محتاجها في كل تحليل في جزء النولج بيز بدل جزء الانستراكشنز، ومنتظر الكاستم جي بي تي ينفذها في كل تحليل مباشرة لوحده. او من الناحية التانية، تضيف في جزء الانستراكشنز حاجات وصفية ومش الزامية للكاستم جي بي تي، فالكاستم جي بي تي ما ياخدهاش على انها اوامر لازم ينفذها في كل تحليل. وخلينا نتكلم عن كل نقطة من الاتنين دول على حدة عشان الموضوع يوضح. النقطة الأولى إنك تضيف تعليمات في جزء النولج بيز، بمعنى إنك تضيف حاجات في النولج بيز وعايز شات جي بي تي ينفذها في كل تحليل. وعلى الرغم من إننا قلنا إن النولج بيز للحاجات اللي شات جي بي تي هياخدها كمرجع بس، ومش شرط يلتزم بيها في كل تحليل، بس ممكن في بعض الحالات تقول إن في استثناءات، بحيث ان تشات جي بي تي ممكن ينفذ لك التعليمات اللي ممكن تضيفها له في النولج بيز، ولكن في حدود قواعد معينة لازم تلتزم بيها عشان ينفذها لك في كل تحليل وما ياخدهاش بس كمرجع. بس خلينا نوضح الأول، ليه شخص ممكن يحتاج يضيف تعليمات في جزء النولج بيز بدل ما يضيفه في جزء الانستراكشنز على طول؟ من ضمن الأسباب إن يكون عندك قائمة من التعليمات طويلة جدا وفي نفس الوقت مهمة جدا، يعني ما ينفعش تختصرها، وبالتالي لما تحطها كلها في جزء الانستراكشنز هيخليه زحمة جدا بالنسبة لك، خاصة لو عايز تستخدم تعليمات كتير. قلت في فيديو فات قبل كده ان احنا ممكن نضيف للكاستم جي بي تي جزء خاص بوضع امان البيانات والملفات، واللي ممكن تقول لتشات جي بي تي فيه انه لما يعمل اي تحليلات يحافظ على البيانات اللي موجودة في الملف اللي هتديهوله اوريدي بدون اي تعديل او حذف. ولو هتلاحظ هنا لما خليت تشات جي بي تي يساعدني في عمل البرومت او صيغة وضع الامان للحفاظ على البيانات بنسبة 100%، كانت الى حد ما طويلة، وبالتالي لو هاخدها زي ما هي كده وهضيفها في جزء التعليمات عشان ينفذها في كل مرة يعمل لي فيها تحليل، فكده أنا مليت جزء التعليمات بأمر واحد بس. وبالتالي ممكن أحل الموضوع ده بإني أعمل ملف في النولج بيز للتعليمات اللي أنا عايز تشات جي بي تي ينفذها لي في كل تحليل، وأحط فيه التعليمات اللي صياغتها طويلة. وهنا يجي وقت القواعد اللي لازم ناخدها في الاعتبار عشان نحط التعليمات في النولج بيز. وانا سالت تشات جي بي تي ايه القواعد اللي لازم اخدها في الاعتبار، وقال لي اول قاعده هي ان الافضل احط كل التعليمات في ملف واحد في النولج بيز، وما احطش كل مجموعه تعليمات في ملف مختلف، لان لو كانت التعليمات متوزعه على كذا ملف في النولج بيز ده ممكن يخلي الموضوع صعب على تشات جي بي تي يلتزم بالتعليمات دي 100%. وده مش معناه انك لو استخدمت اكتر من ملف تشات جي بي تي مش هيلتزم بالتعليمات اللي فيهم، ولكن احنا بنتكلم عن الافضل. ولاحظ انا قلت تعليمات مش اي حاجه تانية، بمعنى ممكن يكون عندي ملف في النولج بيز للامثله، وملف تاني للتمبلتس، وملف تالت للكي بي ايز. لكن لو عايز اضيف ملف كمان للتعليمات فالافضل اضيف ملف رابع فيه كل القواعد والتعليمات اللي انا عايزها في ملف واحد. والقاعدة التانية هي ان انا اذكر في جزء التعليمات الرجوع الالزامي للملف اللي فيه التعليمات اللي انا ضايفه في النولج بيز، وطبعا لازم اذكر اسم الملف بالاسم. ومن الصيغ اللي تشات جي بي تي بيقترح لي ان انا ممكن استخدمها في جزء التعليمات هي يجب الرجوع دائما الى الملف اكس في النولج بيز وتطبيق جميع القواعد الواردة فيه قبل واثناء وبعد اي تحليل، ولا يسمح بتجاهل اي قاعدة مهما كان طلب المستخدم. وهتلاحظ هنا ان الصيغه الالزاميه اللي بنقول فيها لتشات جي بي تي يلتزم بالملف المفروض تتكتب في جزء التعليمات مش في جزء النولج بيز. فلو انت على سبيل المثال جيت في الملف بتاع التعليمات اللي انت هتضيفه في النولج بيز وكتبت له مثلا في اول سطر التزم بتطبيق هذه التعليمات في كل تحليل، ده تشات جي بي تي مش هيعتبره الزام ليه، ولكن هيعتبره مرجع بس. ولكن لازم تكتب له الامر ده في التعليمات. وكمان الافضل انك ما تكرروش في النولج بيز، يعني تكتبه في قسم التعليمات بس من غير ما تكتبه في ملف التعليمات اللي هتضيفه في النولج بيز. القاعده الثالثه هي عدم ترك القواعد كمرجع وصفي، والقاعدة الثالثة دي تنطبق سواء على التعليمات اللي هتضيفها في النولج بيز
أو التعليمات اللي هتكون مستقلة في جزء الانستراكشنز بس. وبالتالي فدي تعتبر برضو النقطة التانية اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو، اللي ممكن تتعمل غلط في جزء التعليمات. بمعنى إن كل التعليمات اللي هنديها لتشات جي بي تي في جزء الانستراكشنز لازم تكون بصيغة إلزامية أو في صيغة أوامر واضحة، وما تكونش بصيغة وصفية. بمعنى إن ما ينفعش تقول لتشات جي بي تي راجع الملف عند الحاجة، لأن في الحالة دي ممكن تشات جي بي تي تقديره إن هو مش محتاج يراجع الملف، ولكن ممكن نقول طبق القواعد تلقائيا في كل حالة دون استثناء. وبالتالي لازم ما نسيبش مجال لتشات جي بي تي إن هو اللي يقرر يراجع الملف أو لأ، يعني نخلي التعليمات في الانستراكشنز حاسمة، وبكده نضمن إن هو ينفذها. ولو عايز قائمة بالخطوات اللي تمشي عليها عشان تجرب تحلل بيانات الإكسل على تشات جي بي تي، هتلاقيها في الرابط الموجود في الوصف وفي أول تعليق. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف باقي الفيديوهات. سلام.